يا وز، ايه يا عم؟ هتضحكني المرة دي بكام؟ انت معاك كام؟ انا المرة دي معايا 100. انا عايز اضحك نكتة بقى على قد ال100 ديت، بس تسلطني. طب خلاص، بس خد بالك هي مش الفينش قوي، بس هموتك من الضحك بال100 جنيه. يا عم خلاص انت كل ماشي. ما هتدفع اكتر كل ما هتضحك اكتر. يا باشا انا اول ما هضحك وهتعجبني النكتة هديك ال100 والتانية تبقى متنية بس لو عجبتني. لو ضحكت تاخد ال100. اه. خلاص اسمع دي. بيقول لك راجل شغال صياد معاه كلب بوليسي بيروح يصطاد بيه، ياخد السلاح. فالمهم ايه، الراجل الصياد ده كل ما يضرب نار الكلب البوليسي يسمع الصوت يخاف ويجري ويهرب. فراجل الصياد ده تعب، فبيكلم واحد صاحبه بيقول له اصل انا عندي كلب بوليسي، كلب كل ما اجي اصطاد اضرب طلقه في الجو، الكلب يسمع صوت الطلقه يخاف ويهرب. فصاحبه قال له بس انا عندي الحل ليك يا معلم. قال له ايه؟ قال له بس انا بروح افراح بلدي كتير وبيتضرب فيها طلقات كتير، انا هاخد لك الكلب معاه شهر واحد، الكلب هيتعود على صوت ضرب النار مش هيخاف بعد كده، واجيب لك الكلب بريمو. قال له طب يا عم الله يبارك لك، خد الكلب معاك شهر. المهم يا معلم عدى الشهر والراجل ده راح لصاحبه قال له بس يا عم امسك الكلب بتاعك بقى تمام وما بيخافش من صوت ضرب النار وبقى ايه، كلب بوليس يعني. قال له بجد؟ قال له ايوه يا عم عيب عليك، ما بقاش يخاف من صوت ضرب النار ابدا ولا هيهرب منك بعد كده. قال له الله يبارك لك. المهم يا معلم الصياد ده قال لك بس الدنيا كده بقت تمام، انا اخد بعضي واخد البندقيه بتاعتي واطلع اصطاد بكره، انا بقالي شهر مريح في البيت. فايه فعلا راح جاي تاني يوم راح واخد الكلب البوليسي وشد البندقيه بتاعته ودخل يا معلم ايه، يا دوب الصياد لسه بيضرب طلقه لقى الكلب بيزغرط.